السيد عبد العزيز بوتفليقة عين أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم في هذه القراءة بالصور لأحمد أمين تريتي. عبد المجيد تبون وزيرا أولا. الفريق أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. عبد القادر مساهل وزيرا لشؤون الخارجية. نور الدين بدوي وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. الطيب لوح وزيرا للعدل حافظا للأختام. عبد الرحمن راوية وزيرا للمالية. مصطفى جيتوني وزيرا للطاقة. الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين. محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف. نورية بن غبريط وزيرة للتربية الوطنية. الطاهر حجار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. محمد ميباركي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين. عز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة. هدى إيمان فرعون وزيرة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة. الهادي والدعلي وزيرا للشباب والرياضة. غنية إيداليا وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. محجوب بدة وزيرا للصناعة والمناجم. عبد القادر بوعزقي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية. يوسف شرفة وزيرا للسكن والعمران والمدينة. أحمد ساسي وزيرا للتجارة. جمال كعوان وزيرا للاتصال. عبد الغاني زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل. حسين نسيب وزيرا للموارد المائية. مسعود بن عقون وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية. البروفيسور مختار حزب اللاوي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مراد زمالي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. الطاهر خاوة وزيرا للعلاقات مع البرلمان. فاطمة الزهرة زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة. وطبقا لأحكام المادة 92 من الدستور عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عين أحمد النووي وزيرا أمينا عاما للحكومة.